اقسم بالله انا امنيه حياتي افتح الكاميرا في مره اصور فيديو للزمالك يكون بعنوان اي بطوله جديده، اي صفقه. ده انا كل فيديو بعمله للزمالك في الفتره دي بيكون بعنوان مشكله جديده. ما اعرفش احنا الفرحه والزمالك هما طريقان متوازيان لا يلتقيان. مفيش بجد. خلاص اقفل بقى النادي، اعلن افلاسك واقفل النادي وبارك الله فيما رزق لحد كده حلو قوي. خلاص بقى يا عم، ده احنا ما عندناش حاجه خالص. انا القصه اللي انا هتكلم فيها النهارده قصه بيراميدز وناصر ماهر. وانا قبل ما اقول لك رايي انا مع الصفقه او ضد الصفقه، لازم نعرف شويه معطيات الاول. لازم الناس تعرف ان ده تاني اهم لاعب في خطك الهجومي مع اخوان بزيرة. في اغلبيه الماتشات اللي نصر لعبهم باستثناء ماتش او اتنين اللي كان سيء فيهم او متوسط، انما لو في ماتشات تانية احنا بنخسرها بيكون الفريق كله سيء. ماتش زي المقاولين العرب الفريق كله كان سيء، فانت ما تجيش تقول لي اصل ناصر ماهر كان وحش، الفريق كله كان وحش. انما اغلبيه الماتشات هو كان له بصمه فيهم. ازاي بصمه؟ ازاي بيحرك اللعب لقدام، او هو بينزل ياخد الكوره بيعمل اختراق من العمق، او بيعمل الضغط في كوره بتنقطع فبنبني منها هجمه، او هو اللي بيشارك في بناء اللعب بفنتاته او ترقيصه بيحافظ على كوره، او بفنتاته او بترقيصه بيخرج لاعب من مركزه فبيفتح زاويه تمرير للاعب تاني ياخد مكانه، او هو اللي بيعمل اسيست او بيجيب لك الجون. فهو لاعب من اهم عناصر خط الهجومي مع بزيرة. انما بقى معظم الكلام اللي بيتقال عليه على السوشيال ميديا مالوش اسم الصح. الناس قاعده له على الواحده، هو له غلطات بس الناس قاعدين على الواحده. اي بصه غلط، غلط صح غلط. لا انا مش هكمل لاعب قطاعي، انا بكمل لاعب توتال الماتش كله او على مدار الماتشات اللي لعبهم. انما بقى لما امسك له كل هجمه بيضيعها بصنع قصادها في الماتش خمسه عادي. الناس عايزه ناصر ما يغلطش في اي كره في الماتش، وده مش طبيعي. ده مش طبيعي خالص مع اي لاعب في العالم. مفيش لاعب هيديك نفس الماتشات بنفس المستوى. يعني مثلا ماتش وادي دجله اللي الناس ماسكينه فيه، اجمالي الماتش اقسم بالله حلو. الجون اللي انت جايبه هو اللي عامل البريس على اللاعب، قطع الكوره وحط لك الجول. هو ضيع هجمه بس دوت وارد ان لاعب يضيع لك هجمه في نفس الماتش، بس طول الماتش انت ما حاولتش اصلا، فانت ليه عايز بتشاله هو اللي ضيع الماتش؟ طب ما هو اللي حط لك الجول. لان دي وارد يا ابني، والله ما فيش لاعب في الدنيا هيتعامل صح مع كل الكور اللي هتجيله في الماتش غير لعيبه قليله قوي. وخلي بالك برده مش في كل الماتشات، ده بتكون كده. عارف انت الماتشات اللي بيكون اللاعب اون فاير فيها. ورغم ذلك انا مش ضد بيعه، عشان احنا محتاجين كل جنيه. حتى بزيرة نفسي يجي له عرض من الخليج ب 6 7 مليون دولار كده ونبيعه. احنا محتاجين كل جنيه، لازم ننزل على ارض الواقع. انزل دلوقتي بقى، خلاص من كونك نادي كبير لا انت في ازمه، فمفيش مشكله، بس تكون حاطط شروط هتعمل ايه بفلوس الصفقه، عشان هي عمرها ما هتكون حل، هي مسكنات. بيراميدز مشتري اخر 6 شهور في عقد حامد حمدان بمليون دولار، وانت بايع مصطفى شلبي الموسم اللي فات ب 35 وسيد نيمار ب 30 اعتقد، والاهلي جايب الجزار ب 60 مليون. فانت بقى عايز انت تبيع لي ناصر ب 50 مليون بس؟ اقسم بالله لو احنا قعدنا واتكلمنا في اقل من مليون ونص او 2 مليون دولار احنا بنهزر. ولكن تاني هرجع واقول لك هتعمل ايه بفلوس الصفقه؟ هزود عليهم واحل مشكله النادي، ولا هوزعهم على مستحقات 3 4 لعيبه واسيب الباقي، واللي ما خدش هيبص للي خد زي ما بيحصل حاليا مع الاجانب؟ اللعيبه المصريه بتقول لك اشمعنى هما بياخدوا؟ ومبدئيا انت معكش فلوس ان انت تعوضه او تجيب لعيبه احلى منه او زيه حتى، عشان ما فيش فلوس. فانت هم كده بتفضي الفرقه من نجومها بلا هدف، ولا الفلوس بتاعته هتفك القيد اللي وصل ل 8 قواضي، ولا هتدفع مستحقات لعيبه غير هم 2 او 3 4. فاحنا كده بنفضي الفرقه من نجومها بلا اي فايده. لازم أنا اكون في بلان انا عاملها همشي عليه. انا هاخد من فلوسه ازود عليه، عشان هاخد فلوسه بس هعتمدها هي الحل؟ ده مستحيل. هنكون بنفضي الفرقه من نجومها بلا اي هدف. انما لو في بلان انا ماشي عليها قشطه ماشي، عشان لازم نرضى بالواقع خلاص وننزل على ارض الواقع، مفيش مشكله. انما غير كده احنا بنفضل الفرقه من نجومها بلا هدف وبنلف في نفس الدايره.